الجزائر. على ما اظن كلكم سمعتوا الخبر ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقه مش هيترشح للفتره الخامسه. لسه هنقول هي راح مأجل الانتخابات. عمل بالظبط زي العيل الرخم بتاع زمان صاحب الكوره اللي هو ايه ده مش هتلعبوني معاكم؟ طب والله ناخد الكوره ومحد لاعب. فاحنا بصراحه يعني مش عارفين نفرح ولا نزعل. احنا بصراحه بعد اللي حصل فينا في مصر يعني مش مقتنعين بصراحه بالقرارات اللي اتخذت. بعث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة برسالة إلى الشعب أعلن فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم ترشحه فيها، وإنه لن يترشح لهذه الانتخابات وعدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة. لم يكن ينتوي خوض الانتخابات للعهدة الخامسة. طبعا الانتخابات كانت مقررة يوم 18 ابريل المقبل، وإجراء تعديلات جمة على الحكومة. والتعديلات هذه ستكون ردا مناسبا على المطالب التي جاءتني منكم. ودعا بوتفليقة إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط لإدارة شؤون البلاد وتنظيم الاستحقاق الرئاسي تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة الذي لن أترشح له بأي حال من الأحوال. يقول الرئيس أنه تفهم على وجه الخصوص رسالة الشباب. وقل اعملوا فيسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فيسري؟ بص، هو بعيدا يعني عن الغلطه بتاعتك بس هي سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هو ان شاء الله بنقول لاخواتنا في الجزائر سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الا قناه النهار مش هترى خالص ان شاء الله، كله هيرى الا هي. يعني كفايه التطبيل بقى. ممكن ترى بعد ما المظاهرات ما تجيب نتيجه ان شاء الله. والله عيب يا قناه النهار الجزائريه، يعني فاشلين في التغطيه وكمان فاشلين في التجويد، يعني فاشلين دنيا واخره. يوه انت هتمشي فعلا؟ والله كانوا بيهرجوا معاك يا جماعه. مين اللي قال له بس ان في مظاهرات؟ اهو زعل ومشي اهو. ينفع كده؟ قفش اهو. هو اي نعم لسه ما قالش الانتخابات هتتاجل لحد امتى. حي لا يعمل زي ابو مازن. بس ما علينا يا جماعه. خلينا نتخيل كده مرشح جزائري رايح الهيئه الدستوريه الجزائريه عشان يترشح، لسه داخل بالشنطه بتاعته يقول لا معلش حضرتك في مرشح اجل الانتخابات، تعالى لما هو يحدد موعد الانتخابات ان شااء الله، يلا باي باي. بس خلاص يا جماعه اللي حصل حصل، وان شاء الله الانتخابات تبقى في اقرب وقت. وزي ما قلنا الناس كان في منها اللي فرحان وفي منها اللي مش مقتنع. الاعلام بقى كان بيطبل على طول ابو تفليقه، اللي هو بعد على طول ما ابو تفليقه قال له مش هيترشح يسكت، لا طبعا يطلع يطبل فورا. بس الغريب المره دي ان كان في ناس مطبلاتيه مش جزائريين. هذا القرار أنقذ الجزائر بهذه الطريقة. وطبعا هو النهارده قال كلمة تاريخية. فهذا الرجل السياسي المخضرم قد فاز مرتين. كان الموقف السياسي الحكيم. قال لك أنا لم أكن أنتوي إن أرشح نفسي تاني. أنا شاب أعتز بأني ساندت هذا الشخص. تاريخ طويل ودوره يعطيه ثقل، لأنه اليوم برهن لنا أنه يستمع لشعبه. على عبقرية الرئيس بوتفليقة، على أن توجد إصلاحات عميقة. هذا الرجل اللي أنتم شايفينه قدامكم خلاصة. يعني إيه خلاصة؟ فالخلاصة الأولى قبل 20 سنة محاربة الفساد، حين أنقذ الجزائر تغيير الحكومة من قبضة الإخوان، بل طرد للحكومة وليس فقط تغيير الحكومة. كان له التأثير القوي في وقع الدماء في الجزائر. والموقف الشجاع الذي اتخذه اليوم هو يدل على رجاحة عقله. شخصية فوق العادية في السياسة، وأنه رجل دولة بجميع المقاييس اللازمة لقيادة الدولة. رئيس الجمهورية رفض منذ سنة 2009 ترشح الانتخابات، لكن الساحة السياسية آنذاك لم يكن فيها رجل بمستوى رئيس الجمهورية. ايه ده؟ رافض يترشح من 2009؟ الله على التواضع. امال عمال ترشحوا له الفترة اللي فاتت دي كلها؟ هو حب الوطن كده، هو حب الوطن بيلزق الواحد في الكرسي كده. وايه مفيش مرشحين دي؟ يعني ايه نجيب لكم مرشحين من بره يعني؟ ايه ده انت جبته فعلا من بره؟ ما بنرشحش حد من بره. ممكن ابن عمه اوكي بس هو لا. وبعدين يا قناه اهل العروسه انتوا عمرو اديب، يعني انتوا مع اي دكتاتور يعني بتشوفوا الدكتاتور فين وتقوموا مطبلين له، اللي هو فين الحاكم يا جماعه؟ فين الدكتاتور؟ هنا. وفين الشعوب ومطالبها؟ هنا. مش ممكن يا جماعه، يعني اعملوا موقف مشرف واحد في حياتكم. وبعدين مش عارف انتوا بتطبلوا على ايه؟ مالكم انتوا ولا الحاجات دي؟ انتوا فاهمين حاجه؟ بوتفليقه شال الحكومه كلها وجاب حكومه انتقاليه اللي هو مختارها. في ناس سمعت ان هو مش هيترشح ففرحت، بس الحكومه الانتقاليه يعني هو بس اللي مشكلها. فناس قالت يعني احنا نازلين ضد الفساد اللي كان موجود، تقوم شايل ناس تبعك وتحط ناس تبعك.
فالناس زعلت اكتر. فمش عارفين بصراحه يعني ايه اللي هيحصل، لكن كل اللي عارفينه ان وزارات الجزائر وصلت رساله لكل العالم ان ممكن تطالب بحقك بكل سلميه من غير نقطه دم واحده. ففعلا تحيه للشعب الجزائري وشرطه الجزائر اللي وصلوا للعالم رساله من اجمل الرسائل في تاريخ عالمنا العربي. الا واحد بس هو ونظامه مستحيل توصل لهم الرساله. إخوتي الجزائريين، وطنكم أغلى ما تملكون، لكن العاقل من يتعظ بغيره. الناس تريد فتنة، لا تكونوا عونا للفتنة. أنتم اجتزتم أخطر مرحلة في تاريخ هذا القرن. لما حدث الخريف العربي، من قاد الخريف؟ شباب، هم الذين خرجوا وحرضوا شباب. والله ليتشمت الناس فيكم وتصبحون مثل. كل ما حد حصلت فتنة نقول شوفوا الجزائر شو صار فيها. وأتوقع عندنا هنا أخوة سوريين، في كل مكان فيه اخوه سوريين، اتوقع كمان في هنا سوري. تعال يا سوري، تعال وري اخوك الجزائري الكيماوي اللي مضروب عليك من النظام. تعال عشان يتعظوا. طب تعال انت اللي هناك، تعال انت لاجئ صح؟ لا تعال انت، ايوه اللي في سوريا، تعال وري اخوك الجزائري السفاره الاماراتيه اللي فتحناها مكان ما انضرب عليك كيماوي. تعال عشان يتعظوا. يعني بعد كل الجمال والورود والسلام النفسي اللي حصل في الجزائر بتقول هيصبحونا مثل او مثل واحلى مثل غصبا عنك. تقدر بقى تطلع وتقول كل ما يحصل فتنه شوفوا الجزائر شو صار فيها؟ مش هتعرف طبعا. عارف ليه؟ لا مش عشان انت راجل دين لا خالص، لا ولا علشان النظام الاماراتي بيدعم بس الانظمه الدكتاتوريه، استغفر الله. عشان انت المحاضره بتاعتك اسمها كن كالنخله. مهما احاول اشرح لك من هنا لبكره حوار النخله ده مش تفهمه. مهما قعدت اشرح لك من هنا لبكره ان وزارات الجزائر حاجه نفتخر بيها كلنا كعرب برضه مش هتفهم. وعارف مش هتفهم ايه كمان؟ انك لو بتتفرج على الحلقه دي من خلال السوشيال ميديا تقدر تشوفها كل يوم خميس حصري على شاشه التلفزيون العربي في الاوقات والترددات اللي موجوده تحت لينك الفيديو ده. كمان ما تنساش تشترك في قناه جوشو على اليوتيوب وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك جديد اول باول. تصبحوا على خير.